السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين الخوت؟ لاباس عليكم؟ كيف كتعرفوا؟ كنحس بكم خوتي وعائلتي وحبابي كلشي. حاجة زوينة خصني نشاركها معكم. اليوم جزاه الله خير واحد الأخ من المتتبعين رسل لي واحد الفيديو على الواتساب وعطر فيا وعجبني وجا في وقته. جا في وقته ردا على بعض النماذج يعني ما حسبوش المتتبعين، الله يقطعهم. ما بغيتوش هذا النوع يكون من المتتبعين لان ما يعجبنيش الناس وما يشرفونيش بحال هذا النوع يكون عندي في القناه ويتبعوني. هذا النوع المكلخ، هذا النوع المجلج، هذا النوع اللي ما كيبغيش الخير للناس. المهم نسمعوا هذا الفيديو هذا باش نناقشوه ونرجع لكم. المثقف هو الذي يقلص أكبر قدر من السلبيات ويوسع دائرة الإيجابيات. قد يكون فلاح، قد يكون نجار، قد يكون عامل، قد يكون وزير، قد يكون أمير، قد يكون... المثقف ليس كلمة واحد يتحدث باللغة العربية الفصحى ويعرف السيمفونية التاسعة لبيتهوفن وملم بلوحة الجيرنيكا لبابلو بيكاسو ويعرف كم ثروة عبد الرحمن بن عوف وعلى بينة من أشعار البحتري والذي يردد دائما أبيات للمتنبي والذي يردد الياد والأوديسا لهوميروس هذا مكتظ بكم معرفي وليس مثقف. المثقف الذي لا يسهم بانتشال المجتمع من الجهل، من التخلف، من التعصب، من الطائفية، من ليس مثقفا. نعم الخوت، هذا هو الفيديو بسيط وصغير ولكن المعنى ديالو كبير. انا وقعت لي هذه المشكله وشفتها في المتتبعين الغير متتبعين، الناس السلبيين، لان الانسان لما كيكون سلبي غير مثقف. كاين الناس اللي كيسمعوه البعض كيقرا عليك الشعر ولا كيهضر باللغه العربيه الفصحى كيف كيديروا البعض لا حول ولا قوه الا بالله، تيقول هذا مثقف قاري. الا الانسان اللي قاري مستوى عنده دكتوراه جامعه ماشي مثقف، هذاك دارس فقط او يتقن اللغه العربيه الفصحى، ليس بالمثقف. الانسان المثقف هو اللي قاري في حياته في المعيشيه، يعرف ضربه وقناته وفهم وعرف وفيه الخير، دائما كيكون ايجابي في المجتمع. هذا هو اللي كنحسبوه المثقف. ما فيش العنصريه، ما في حتى حاجه، المهم دائما ايجابي. كتلقاه كيف قال الاخ نجار، تلقاه حلاق، ملحن. عندنا في الحومه كتلقى راجل كبير ما عمرو دخل له مدرسه ولا شاف له مدرسه، لكن كتلقى فيه ايجابي، تقدر تجلس معاه 10 دقائق تستفد منه، يعمر لك مخك. نعم، تجلس مع واحد دارس ودكتوره او بزاف ديال الحوايج ولكن ما تستفد منه حتى حاجه. كتلقى هذاك الانسان سلبي، كتلقاه كيحفر للناس، كتلقاه ضد الناس. شحال شفنا من دبلوماسي او سياسي او برلماني او حتى رئيس دوله وما كتلقاش فيه خير، كتلقاه كيضرب الناس. هذا ليس بمثقف، هذا جاهل. الجهل اللي ما كيبغيش الخير للخو المسلم فهذا فعلا انه يسمى بالجهل وغير المثقف للاسف الشديد. انا بالنسبه لي اللي خلاني نتكلم على هذا الشيء، حتى كيف عارفيني الاغلبيه اللي متبعيني شحال هذه من القناه الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه، عارفيني لان الاولى مشات وبقات فلوغ واسرار الغربه واسرار الغربه فلوغ. الفلوغ هي هذه اللي كنسجل فيها دابا، هي اللي كنصور فيها اليوميات ديالي واي حاجه كنخطفها بحال هكا النيت في خدمتي واي حاجه خارجه. المهم واحد النهار بغيت نكتب الحموشي وكتبت انا الحموشي. نعم، عارفين بعض المرات التليفون تيصحح لك يكتب لك الكلمه راسو، بقات ديك الحمودي مكان الحموشي وكل شيء. سير هات قرا يا المكلخ كتبها الحموشي قاده. هادو كيف غتجاوبهم؟ كيفاش تهضر معاهم؟ للاسف الشديد هادو هما الجهل، هادو هما الجهلاء. بعض المرات كتخونك كلمه يعني او تعبير في الكلام ديالك، كتهضر انت عفوي كتهضر. عارفين انا ما تندير لا مونتاج ولا حتى حاجه في الفيديوهات ديالي، كنجي اللي في راسي كنقولو عفوي مع الناس. انسان ولد الشعب كنهضر عادي بلا يعني تزواق ولا نبقى نزوق ولا شي حاجه ولا ديك بختكو ولا هادي. ما عنديش، انا كنهضر خوكم ولد الشعب، غرس وديريكت مع بنادم. كنهضر داكشي اللي في مخي كنقولو اللي غيفهمني فهموا، الحمد لله كيفهموني الناس الواعيين المثقفين فعلا اللي كيفهموك كيدخلوها هضر راسهم كيفهموني اشنو المقصود ديالي كلشي. كيجي كيبقى يقول لك سير مكلخ، سير ما فاهمش، ما قاريش، ما واعيش، ما
الوعي يا الحبيب، الوعي هو تكون إيجابي في المجتمع، الثقافة هي تكون إيجابي في المجتمع، بركة من السلبية. لما تكون سلبي تما كتقول راك ما مثقفش وما واعيش. فتحياتي والعقول الراقية، وتحياتي لكم ديما التحية والتحية، وشكرا لكم إخواني أخواتي. I want to talk to you about what is next for your mind. The point of my address is to ask you a very simple question. Are you an intellectual? I'm asking this question because you need to know that having a doctorate does not make you an intellectual. Becoming a professor does not make you an intellectual. Working in a research lab does not make you an intellectual. Just like there are MDs who are not healers, do not become that person. No doctorate degree is required to join the Intellectual Academy. This is an inclusive academy with all types of people coming from all types of backgrounds. There are people with only a GED. There are incarcerated people. There are homeless people in this Intellectual Academy. There are poor people in this Intellectual Academy. So when I say intellectual, I'm not referring to someone who knows a wealth of information. All of you, I'm sure, know a lot. I do not measure a person's intellect based on how much a person knows. How much you know has no bearing on how much you are an intellectual. I define, and many others define, an intellectual as someone with a tremendous desire to know. Intellectuals have a tremendous capacity to change their minds on matters, to self-reflect, to self-critique. Intellectuals are only governed by one special interest, and that special interest is rarely self-serving. And that special interest is finding and revealing the truth. How many of you have a tremendous desire to know? How many of your minds are wide open to new ideas? How many of you are searching for ideas that challenge how you see the world? How many of you are willing to look differently at the world with the blink of new evidence? How many of you are critiquing your own ideas as intensely as you critique the ideas of others? Intellectuals are a nomadic people, constantly changing their conceptual location, constantly in search of a better conceptual space. You know, we have workout warriors of the body, those who pump iron to break down old muscles to allow newer and bigger and better muscles to grow in their place. Well, intellectuals are workout warriors of the mind, regularly breaking down old ideas to allow new ideas and bigger ideas and better ideas to grow in their place. Are you an intellectual?